ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جديده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدا القصه يلا بينا كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتب الصلاه على النبي في التعليقات. وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واللي انتم بتشتركوا في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نستمر. بتبدا حكايتنا مع يسرية اللي كانت واقفه وبتتكلم مع امها وبتقول بحزن: يعني ايه امشي من البيت؟ ده أساسا مش من حقك إنك تطرديني من بيت أبويا، وبعدين أبويا طلقك قبل ما يتوفى، يعني المفروض أنت اللي تخرجي من هنا، إنك حسب الشرع والقانون ملكيش أي حاجة في البيت ده، إزاي وبأي حق بتطرديني؟ زعقت نادية وهي بتقول: أنت كمان هتقفي قدامي يا بت وتبجحي؟ يلا يا بت أنت لمي كراكيبك وامشي من هنا. قلتلك مش همشي، أنت عاوزة تمشيني من البيت وترميني في الشارع عشان خاطر انت تتجوزي في البيت؟ ما تتقي الله بقى. ايوه هتجوز، انا مش عارفه انت من ساعه ما عرفتي ان انا هتجوز وانت عايده حريقه ليه من ناحيتي كده؟ عشان انا اتجوزت مرتين وانت قاعده عنس وبايره وما حدش معبرك. بصت لامها بصدمه وقالت: انت بتعايريني عشان انا عانس وبايره؟ في ام بتعاير بنتها عشان ما اتجوزتش؟ على العموم اذا كنت اتاخرت في الجواز فده بسببك انتي، لأن ما حدش عمره يرضى إنه يروح يتجوز واحدة أمها سمعتها لا مؤاخذة وماشية على حل شعرها. نادية ادتها بالكف وهي بتقول: انتي كمان بتقلي أدبك عليا، يلا اخرجي يا بت من هنا وغوري، ويمين بالله لو شفتك هنا تاني ما تعرفي أنا هعمل فيكي ايه. وزقتها بره الشقة وقفلت الباب. خرجت يسرية من البيت بتبكي، وفجأة ظهر قدامها حسين جارهم هو بيقول: يسرية، أنا عارف إن مش وقته، بس أنا عاوزك في كلمتين ضروري. ما ردتش عليه وسابته ومشيت. فضلت ماشية في الشارع، شوارع تشيلها وشوارع تحطها، وهي عمالة تبكي مش عارفة تتصرف إزاي ولا تروح فين. وفجأة لقت نفسها قاعدة تحت الكوبري مع أولاد الشوارع واللي ملهمش مأوى. مرت أيام وشهور ويسرية لسه قاعدة تحت الكوبري اللي أصبح مأواها الوحيد، وتعرفت على بنت وولد اسمهم حماصة ومغانم، كانوا من نفس سنها وكانت حالتهم نفس حالتها. حكوا لبعض همومهم وبقوا صحاب، وكمان علموها الشحاتة والتسول، وساعات كانت بتمشي تبيع ورد وفل في الإشارات، لحد ما في يوم وقفت قدام عربية فخمة جدا. صاحب العربية فضل يبص ليها فترة طويلة، هي حست بالخوف لأنها فهمت نظراته، فقالت: هتشتري فل يا بيه ولا هتفضل تبحلق فيا كده كتير؟ الراجل بصلها وابتسم وقال: اركبي اركبي. شهقت وهي بتقول: نعم نعم، اركب فين يا حالتها؟ هو انت فكرني ايه بسلامتك؟ ايه اركبي دي؟ الراجل بصلها باستغراب وقال: ايه مالك؟ هو انا قلتلك ايه وحش يخليكي تعملي الغرة دي كلها؟ بقولك اركبي ما تخافيش، هنتكلم كلمتين وانزلي تاني. متخافيش يعني، انا مش هاكلك، وبعدين انت مش عارفه انا مين ولا ايه؟ بصيت له باستغراب وقالت: هتكون مين يعني؟ ابن برمديلو ولا ابن برمديلو؟ مع ان لسانك طويل بس دم خفيف. وعلى العموم لا يا ستي، انا مش ابن برمديلو ولا حاجه، انا حاتم النشوئاتي. وتطلع مين بقى يا استاذ حاتم يا نشوئاتي؟ مش بقولك لسانك طويل؟ طب اركبي وانا هفهمك كل حاجة. كان عندها فضول تعرف حكايته، وفي نفس الوقت هي كانت واثقة في نفسها وعارفة ومتأكدة ان محدش يقدر ياخد منها حاجة غير بمزاجها، عشان كده ركبت معاه العربية في قلب ابتسامة. ايه رأيك؟ تحبي نتكلم واحنا واقفين هنا ولا نروح نقعد في اي مكان ونتكلم براحتنا؟ بصت لهدومها وقالت: انت شايف الحالة اللي انا فيها؟ يعني انت شايف حالتي دي تسمح ان اقعد في اي مكان معاك؟ خلاص يبقى نتكلم هنا، وهو بالمرة عشان تكوني مطمنة من ناحيتي وتعرفي اني مش نيتي حاجة وحشة لا سمح الله. طب يا ريت تدخل في الموضوع على طول عشان انا مش فاضيالك. ضحك وقال: ماشي يا ستي، الحكاية وما فيها اني صاحب اكبر شركات تصميم الازياء في البلد. بصيت له بدهشة فقال: ومن فترة وانا بدور على موديل تمثل الشركة في الايفنتات والحفلات الرسمية ومش لاقي، وده لاني حاطط مواصفات معينة
وصعبة جدا في الموديل اللي أنا عاوزها. مش هخبي عليكي، أول ما شفت فيكي الموديل اللي أنا بدور عليها من شهور طويلة. كانت بتبصله وهي مش مستوعبة، فقال: إيه مالك، في حاجة مش واضحة ولا إيه في كلامي؟ بصراحة كده كل كلامك مش واضح، مش فاهمة منه حاجة. يعني أنا دلوقتي مفروض أعمل إيه؟ إيه المطلوب مني؟ هتكوني الموديل الرسمية للشركة، وفي أي إيفنت أو عرض الشركة هتساهم فيه أنت اللي هتمثلي الشركة. طبعا مش محتاجة أقولك الراتب بتاعك هيبقى قد إيه، ممكن يعدي 200,000 جنيه مقابل للزيادة، ده غير المكافآت والهدايا اللي هتجيلك من الشركات التانية. بصت له بصدمة وقالت: 200,000 جنيه؟ إيه؟ وقابل للزيادة كمان؟ يا نهار أبوك مش فايت. مات على نفسه من الضحك وقال: شفتي بقى؟ قلت إيه؟ موافقة ولا محتاجة تفكري؟ أفكر إيه؟ اطلع بينا على الشركة يا حازم بيه. حاتم لو سمحتي. يا أخويا حازم من حاتم، ما فرقتش، يلا اتحرك بقى. حاضر هتحرك، بس مش تعرفيني باسمك الأول ولا هتفضلي مجهولة الهوية كده؟ ضحكت وقالت: اسمي يسرية. سرح للحظات وبعدين قال: سارة. نعم، سارة مش يسرية. لا مش سارة، أنا اسمي يسرية. أيوة أنا عارف إنك يسرية، بس من هنا ورايح هتبقي سارة. سارة ما يضرش يا أخويا. ضحك واتحرك بالعربية، وطول الطريق كانوا عمالين يتكلموا، ويسرية أو سارة كانت متحمسة جدا للحياة الجديدة اللي هتعيشها، وما كانتش مصدقة كلامه لغاية ما نزل من عربيته قدام الشركة. سارة بصت للشركة وللمنطقة الفخمة اللي هي فيها وقالت: يا أبويا اهدى، احنا دخلنا مغارة علي بابا ولا ايه يا أولاد؟ دي مش مغارة علي بابا، دي مغارتي أنا. أهلا بيك يا سارة، نورتي الشركة. منورة بأهلها يا حاتم بيه. لا من هنا ورايح بلاش بيه، كفاية يا مستر حاتم، اللي تشوفه يا مستر حاتم بيه. ده انت لقطة، تعالي ورايا. سارة دخلت وراها الشركة، وكل الموظفين اللي فيها والعملاء كانوا عمالين يبصلها باشمئزاز من منظرها. كانوا مصدومين ازاي دي تدخل الشركة مع حاتم بيه، وداخلة معاه بصفتها ايه. حاتم خدها على مكتبه وطلب مديرة مكتبه، وأول ما دخلت استغربت من وجود سارة وهيئتها الغريبة، وقالت: تحت أمرك يا مستر حاتم. تعالي يا كاميليا، ايه رأيك في سارة؟ كاميليا بصت على سارة من فوق لتحت، والنفور كان باين على وشها، وقالت: من أنهي اتجاه حضرتك؟ من كل الاتجاهات يا كاميليا. ايه رأيك في سارة؟ ايه رأيك تكون هي الموديل اللي هتمثل الشركة؟ كاميليا شهقت بصدمة وقالت: نعم، الموديل اللي هتمثل الشركة؟ مستحيل طبعا. سارة بصت لها باستنكار وهي رافعة شفتها ومنزلة التانية، وقالت بخشونة: مستحيل ليه يا اختي، كفرنا الشر، وايه اللي يمنع بقى ان شاء الله. حاتم شاور لسارة عشان تسكت وقال: لو سمحتي يا سارة استني، ممكن افهم يا كاميليا ايه سبب اعتراضك بالظبط؟ كاميليا بصت له بصدمة وقالت: هو حضرتك بتتكلم بجد؟ وانا من امتى بهزر في حاجة تخص الشغل يا كاميليا؟ ايوه بس ده مستحيل تكون موديل، حضرتك استحالة تفكر في كده. انا ممكن اعرف انت جايبها منين اصلا؟ سارة بصت لها وقالت: هو ايه اللي جايبها منين دي يا حبيبتي؟ جاية من مطرح ما جيت، هو انت هتحققي معاه ولا ايه؟ كاميليا غمضت عينيها وهي بتقول: اوه ماي جاد، مستحيل اتعامل مع المستوى ده. انا اسفة، ارجوك اعفيني يا فندم ان اتعامل معاها. حاتم شخط فيهم هما الاتنين وقال: ممكن تسكتوا شوية انتم الاتنين؟ انا مش جايبك عشان اخد رأيك يا كاميليا، انا خلاص اخترت وقررت ان سارة تكون هي الموديل اللي هتمثل الشركة من هنا ورايح، ولازم انتي تتصرفي على الاساس ده، مش هوصيك انك لازم تحترميها. كاميليا بصت له بذهول فقال: زي ما هي كمان لازم تحترمك وتحترم كل موظف في الشركة، من أصغر موظف لأكبر موظف، ولازم تعرف إنهم أقدم منها هنا ويعرفوا عنها. مفهوم يا سارة؟ مفهوم يا رياسة. حاتم ضحك وبص لكاميليا اللي كانت بتبص لسارة بقرف وهي مكرمشة وشها، وقال: اتفضلي يا كاميليا، خدي سارة واعملي معاها اللازم. كاميليا شاورت لسارة بصمت، هي بتقول: اتفضلي قدامي. سارة ميلت على حاتم وقالت: بقول لك ايه يا بيه،
ممكن أعرف هتاخدني على فين؟ هي هتفهمك كل حاجة، وقلتلك بلاش بيه دي، أنا اسمي مستر حاتم، يلا بقى بلاش غلبة. سارة اتحركت معاها وهي مش عارفة هي رايحة فين ولا جاية منين، وكل ما تيجي تسألها سؤال كاميليا ما كانتش بترد، فقررت إنها هتلتزم الصمت لحد ما تشوف آخرتها إيه. كاميليا أخدت سارة على بيوتي صالون كبير، كانت حاسة بالإحراج لأن كل العملاء اللي كانوا موجودين كانوا عمالين يبصوا لها ويبصوا لسارة باستغراب. هم عارفين كاميليا لأنها من أهم العملاء اللي بيترددوا على البيوتي صالون، لكن سارة كان شكلها صعب قوي ومنفر جدا. البنات اللي شغالين هناك خدوا سارة خلوها دخلت الساونا وبعدها السبا، وبدأوا يعملوا لها جلسات تنظيف شاملة لحد ما خلوها بتبرق، ده غير إن عملوا لها نيو لوك، خلوها واحدة تانية خالص. سارة كانت واقفة بص على نفسها في المراية وهي مش مصدقة عينيها، وبتبص لكاميليا وبتقول هي مين دي؟ كاميليا ضحكت وقالت للأسف انتي. معقولة أنا البت الفورتيكا دي؟ ازاي ده يا ولاد؟ أيوة انتي البت الفورتيكا دي، اتفضلي يلا عشان اتأخرنا ولسه عندنا مشاوير تانية لازم نخلصها النهاردة. بعد ما خرجوا من البيوتي صالون راحوا على مول كبير، كاميليا كانت بتتعامل معاه واشترت لها هدوم كتير، وبعدها خدتها ورجعت على الشركة. سارة وهي داخلة الشركة كانت عمالة تتعاكس من كل الموجودين، رجالة وستات، وكلهم كانوا مستغربين مين البنت الجميلة قوي دي اللي فجأة ظهرت في الشركة. كاميليا وسارة راحوا على المكتب بتاع حاتم، وحاتم أول ما شاف سارة جاله ذهول من منظرها، وقف وفضل يلف حواليها، هو مش مصدق نفسه، وبص لكاميليا وقال ايه ده؟ مين دي؟ دي سارة. سارة مين؟ سارة بصت له باستغراب وقالت تكونش نسيت اني يسرية يا حاتم بيه؟ يسرية مين؟ ده انتي بقيتي ملكة جمال. ضحكت وقالت وهي بتلف حوالين نفسها فرحة بجد عجبك النيو لوك ده؟ اسمه نيو لوك وعجبني قوي بصراحة، جامد عليكي، انا ما كنتش عارف انك هتطلعي حلوة قوي كده. لا اسمع لما اقولك انا حلوة طول عمري، لولا بس يعني شوية الصنفرة والمية السخنة هما اللي بينوا حلاوتي. عرفتي بقى ان كان عندي حق لما اتمسكت بيكي وجبتك على هنا لانك فوقتي كل توقعاتي. هبص لكاميليا وقال من بكرة تشوفي موضوع مدرسين الاتيكيت، مش هوصيكي. تحت امرك يا مستر حاتم. بص لسارة وقال يلا يا سارة عشان اروح. بصت له باستغراب وقالت هروح على فين؟ الفيلا عندي، هيكون ليكي اوضه هناك لوحدك. هو انا هروح الفيلا عندك بعمارة ايه يا حاتم بيه؟ لا اسمع لما اقولك انت تقف مع وجه وتتكلم عادل. ايه ده في ايه؟ وانا قلت ايه ده كله؟ امال هتقعدي فين بس؟ بصت لكاميليا وقالت هي كاميليا انت صاحبتي وكفاءة مش كده؟ لا مش ممكن، انت اكيد مش بتفكري تيجي تقعدي عندي مش كده؟ وليه لا يا كوكو، ده احنا حتى ولا زي بعضنا، اهو سليكي وتسليني. حاتم بص لكاميليا وقال سارة معاها حق، انت كده قاعدة لوحدك، يبقى احسن حل ليها انها تعيش معاكي. امري لله، اتفضلي معايا. وراحت سارة مع كاميليا على البيت وهي فرحانة جدا بحياتها الجديدة، مش مصدقة انها اتحولت من مجرد متسولة بتنام تحت الكوبري لموديل شركة كبيرة زي دي. واخر الليل سارة كانت قاعدة في اوضتها اللي اختارتها في شقة كاميليا، كانت سرحانة وبتقول سبحانك يا رب، بقى أنا الصبح كنت فين ودلوقتي فين؟ الصبح كنت يسرية ودلوقتي بقت سارة. تعالي ياما شوفي الأمل اللي بنتك فيها، ولا بلاش تيجي، انت في ايه ولا في ايه؟ زمنك قاعدة في الكوشة ولابسة الفستان الأبيض وعاملة فيها عروسة، اللي خلتك تندمي على رميتك ليا في الشوارع. ما بقاش أنا يسرية بنتك. مرت الأيام والشهور ولسه سارة شغالة في الشركة، كانت اتشهرت وكل الصحف والمجلات بدأت تكتب عنها، واتعرفت بأنها أحلى موديل مرت على تاريخ الشركة. بقت بتظهر مع حاتم في كل المناسبات اللي تخص الشركة، وحتى المناسبات اللي خاصة بيه. علاقتهم اتطورت وبقوا صحاب قوي، أو على الأقل كانت صحوبية من طرف حاتم، لكن من طرف سارة فهي كانت بتحبه قوي وتعلقت بيه جدا، وكل ما كانت بتيجي عشان تصارحه كانت بتتراجع، كان في حاجة جواها بتمنعها
من إنها تاخد خطوة زي كده، لحد ما في يوم كان حاتم عامل حفلة في الفيلا. الحفلة دي كانت بمناسبة افتتاح فرع البيت الأزياء بتاعهم في باريس. كان عازم ناس كتير قوي، وطبعا كانت سارة هي الوجه الإعلامي في الليلة، والأضواء كلها كانت مسلطة عليها. سارة كانت اتعلمت كل حاجة تخص الوسط اللي عاشت فيه والمجتمع الراقي اللي بقت واحدة منه، وحاتم كان بيتباهى بيها قدام الناس. وفي أثناء ما كان حاتم وسارة بيرقصوا والحفلة شغالة والكل مستمتع، سارة اتصدمت لما شافت أمها داخلة ومعاها واحد، وخمنت إنه جوزها الجديد. سارة همست بصدمة، مستحيل، يا دي المصيبة، وراحت عشان تلحق حد من الحراس عشان يطلعهم برا. لكن أمها كانت أسرع منها وراحت لعندها وهي بتقول: إيش إيه الأبهة اللي انتي فيها دي يا بيت؟ ده كله يا يسرية. قال يا نادلة كده برضو ما تفتكريش أمك بباكو واحد كده يا يسرية، ما يتمرش فيكي العيش والملح يا بنت اللي طفحتهولك. ده انتي من يوم ما اتولدتي وانا عمالة اربي فيكي واطفح فيكي، تقومي كده تستندلي معايا، تستندلي مع عمك يا بيت. حاتم بص لسارة اللي وشها راح لون وجاب لون، من كتر الكسوف قال: هي دي والدتك يا سارة؟ لا ما اعرفهاش، لو سمحت اتصرف ولم الفضيحة دي. حاتم شاور لحد من الحرس عشان يطلعوهم برا، لكن نادية كانت عمالة تزعق وهي بتقول: ايه اللي انتم بتعملوه ده؟ محدش يلمسني، محدش يقرب مني، ده نمو يسرية، قصدي سارة الهانم اللي كلكم ملمومين حواليها. دي بقى تبقى بنتي، يعني انا ليا في العز اللي هي عايشة فيه ده كله، لكن هي قللة الأصل. أول ما عيلت وكبرت نسيت أمها، وأول ما دقت العز والفلوس جريت في إيديها ما افتكرتش إن ليها أم تعتف عليها، ما افتكرتش أمها اللي شقت عليها طول عمرها. قلبي وربي غضبانين عليكي يا يسرية، إلهي فلوسك دي يا بنت تنزل عليكي بالخراب. الأنظار كلها اتجهت ناحية سارة اللي كانت واقفة في موقف لا تحسد عليه، وفجأة طلعت تجري للدور الفوقاني وهي بتهرب من نظرات الناس اللي محوطاها، وفجأة لقت نفسها دخلت أوضة حاتم. بعد شوية وبعد ما الحفلة خلصت، حاتم طلع الأوضة واتفاجئ لما شاف سارة نايمة على سريره، قرب منها وقعد جنبها، ففاقت وتعادلت وهي بتقول بحزن: أنا أسفة، يظهر إني نمت وأنا قاعدة. انت كنت بتبكي مش كده؟ باين على عينيكي قوي. دموعها نزلت وهي بتقول: شفت المصيبة اللي حصلت؟ شفت الفضيحة اللي اتسببت لي فيها؟ دلوقتي السوشيال ميديا كلها مش هيبقى لها سيرة غيري بعد ما كنت الليدي سارة اللي كل المواقع بتكتب عنها وعن نجاحها وشيكتها. هيكتبوا بكرة عن الفضيحة اللي حصلت لي النهاردة. ولا يهمك يا بيبي، كلنا معرضين لضربات زي كده، لكن كله بيعدي، ما تقلقيش، أنا جنبك. والناس بتنسى. بصيت له بابتسامة حب وهي بتقول: ميرسي، أنا بجد مش عارفة لولا كان ممكن أعدي من كل اللي أنا فيه ده إزاي. توقفت جنبي قوي. حاتم قرب منها وحضنها وهو بيقول: ما تقلقيش يا سارة، أنا جنبك دايما ومش هسيبك أبدا. سارة بدأت تحس إن في حاجة مش طبيعية، حست إنه قرب منها بشكل مش طبيعي، غير إنها شمت ريحة خمرة وعرفت إنه أكيد مش في وعيه لأنه واضح عليه إنه شارب كتير. بدأت تحس إنه قربه منها ده مش بريء بالشكل اللي كانت متخيلاه. حاولت تبعد لكنه كان مثبت فيها، فقالت: حاتم لو سمحت ابعد، ما ينفعش كده. أبعد ليه بس يا سارة؟ ده لما صدقت إني قربت منك. حاولت تزقه وهي بتقول: لو سمحت ما ينفعش كده، أنا ما اسمحلكش تتجاوز حدودك معايا، أرجوك ابعد عني. ما تبقيش اوفر بقى يا بيبي، ما أنا وإنتي فاهمين كل حاجة. بصيت له باستغراب وقالت: فاهمين كل حاجة يعني إيه؟ أنت تقصد إيه بالكلام ده؟ أقصد اللي أنتي جاية برجليكي لحد هنا، عشان كده يعني ما تعمليش فيها الجو القديم ده. خليكي واضحة كده وصريحة يا بيبي. إيه الجنان اللي أنت بتقوله ده؟ أنا جيت أوضتك عشان أستخبى من الناس ومن نظراتهم، مش عشان اللي أنت بتفكر فيه ده أبدا. إيه الوقاحة دي؟ مالها بس الوقاحة اللي في دماغي؟ ما تقربي بس، أوعدك إنك مش هتندمي. أنت اتجننت؟ ابعد عني يا حيوان، تظهر إنك مش في وعيك، هتسوق الجنان عليا. بصلها بصدمة وفجأة ادها بالقلم. هو بيقول: انت كمان بتبقى ديني وتمدي ايدك عليا يا جربوعة؟ انت نسيتي نفسك ولا يا بت؟
ده لمتك من الشوارع وعملتلك سعر بعد ما كانت كلاب السكك بتنهش في لحمك، اخرتها تمد ايدك على سيدك يا قذرة. سارة كانت بتسمعه وهي مش قادرة تستوعب من شدة الصدمة. الكلام كان نازل على دماغها ودموعها كانت مغرقة عينيها، كانت عمالة تبصله بذهول. كانت بتتمنى في الوقت ده إنها تكون بتحلم وتفوق من الكابوس ده دلوقتي حالا. بصت له وهي بتبكي وقالت: ايه اللي انت بتقوله ده يا حاتم؟ انت واعي اللي انت بتقوله؟ روح امك واعي اللي بقوله. يظهر اللي انت اللي مش واعية لنفسك، والفلوس عمت عينيكي زي الجربوع امك اللي كانت هنا من شوية ما قالتلك. لكن فوق لنفسك يا يسرية، ده انا واخدك من تحت الكوبري يا بت. انت بتبيع ورد وفل في الاشارات، وان كنت نسيتي افكرك. انا مش قادرة اصدق اللي انت بتقوله ده. لا صدق يا روح امك، ولو انت فاكرة اني احبك واتجوزك ونعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات، يبقى انت موهومة. ده هما شوية الهدوم والمكياج والنظافة اللي انت بقيتي فيها هما اللي خلوكي بني ادمة اصلا. اوعى يا بت تنسي اصلك. حست بقهرة، ما كانتش عارفة تاخد نفسها، وقالت وهي بتبكي: وايه اللي يمنع انك تحبني وتتجوزني؟ قعد يضحك عليها بسخرية، وكان بيشاور عليها باحتقار وبيقول: انا اتجوزك انتي؟ انا حاتم النشواتي، يوم ما افكر اتجوز واحدة شحاتة كانت مرمية تحت الكوبري ملهاش لا اصل ولا فصل. سارة كانت عمالة تسمع له وهي مش قادرة تصدق نفسها، ومن شدة الغضب اللي كانت كاتماه جواها ما قدرتش تعمل حاجة غير انها ادته بالكف للمرة التانية وسابته وهو مذهول من اللي هي عملته، وطلعت تجري برا الأوضة. طبعا كاميليا كانت مراقبة كل اللي بيحصل، وكانت شمتانة فيها جدا، كانت أكتر من سعيدة بسبب اللي حصل، لأن سارة من ساعة ما ظهرت في حياة حاتم وهي خاطفة كل الأضواء ومغطية عليها تماما، بعد ما كانت هي الكل في الكل، بعد ما كانت هي اللي بتظهر معاه دايما وملهاش شريك. فكان وجود سارة مضايقها جدا. ساعتها انبسطت قوي إن أخيرا سارة هتنزح من طريقها وترجع هي تتصدر المشهد من جديد. سارة ما كانتش لاقية مكان تروحه، فضلت ماشية في الشارع، كانت عمالة تعيط لحد ما تعبت من المشي، قعدت على استراحة في الشارع ونامت عليها. ولما صحيت لقيت الشارع كله ملموم حواليها عمالين يتفرجوا عليها وهي نايمة، لأن سارة كانت أصبحت مشهورة قوي، بالإضافة لأن مظهرها كان ملفت بسبب شعرها والمكياج والفستان القصير اللي كانت لابساه، فكانت عاملة حواليها ضجة في الشارع. بعد ما فاقت سارة أدركت الموقف، وقفت تاكسي وراحت على طول على البيت عند كاميليا علشان تلم هدومها وتمشي، لكن اتفاجئت بكاميليا مش راضية تفتح لها الباب. سارة وقفت ورا الباب وهي بتخبط بانفعال وبتقول: افتحي يا كاميليا، بلاش شغل العيال ده، خليني أدخل ألم حاجاتي وأغور في داهية. كاميليا كانت بتكلمها من جوه بشماتة وفرحة وبتقول: أنا آسفة يا سارة، مش هقدر أفتحلك، دي أوامر حاتم بيه وأنا ما أقدرش أكسرها. حاتم مين وزفت مين؟ بقولك افتحي، خليني أخد هدومي وحاجتي. هدومك وحاجتك دي اللي جابها لك حاتم بيه وأمر إنك ما تاخديش قصوصة منها؟ أنا آسفة، أنا مش هقدر أساعدك. افتحي يا كاميليا بدل ما هد البيت ده فوق دماغك انت وحاتم. أنا مش هقدر أمشي في الشارع بالفستان العرة ده أنا من امبارح قاعدة بيه ولم الشارع عليا. افتحي خليني أغير هدومي، خليني أخد حاجتي معايا. سوري يا سارة، مش هينفع. وعشان تكوني عارفة، حاتم بيه سحب كل الفلوس اللي في حسابك في البنك، وكمان الفيزا اللي معاكي دلوقتي مش هتقدري تستخدميها، يعني تبليها وتشربي ميتها. باي باي يا يسرية. سارة فضلت قاعدة على السلم تعيط، حست بقلة الحيلة والعجز، ما كانتش عارفة تروح فين وتيجي منين، ما كانش معاها لا هدوم ولا فلوس ولا حتى تليفون تقدر تتكلم بيه عشان تستنجد بأي حد يساعدها. في نفس الوقت ما كانتش عارفة تمشي في الشارع باللبس اللي كان عليها، ما كانش قدامها غير إنها تلجأ لحاتم وتحاول تترجاه عشان يساعدها، عشان تاخد على الأقل حاجته منها وتسيب الدنيا وتمشي. وبالفعل نزلت وخدت المشوار لحد الفيلا بتاعت حاتم مشي. راحت وطلبت إنها تقابله، لكن الحرس اللي كانوا واقفين على الفيلا مرضيوش يخلوها تدخل. فضلت واقفة تزعق وتهلل، وفي الآخر هددوها إنها لو ما مشيتش هيستعملوا القوة معاها. مشيت وهي عمالة تعيط، وفجأة لقت حد بينادي عليها. لقت واحد من الحرس
كان جاي ومعاه كيسة سودا، أعطاها لها وهو بيقول بسخرية: حاتم بيه بيقولك مالكيش عنده غير دول. فتحت الكيسة واتفاجئت باللي جواها، اللي كانوا عبارة عن اللبس اللي كانت لابساه يوم ما قابلت حاتم لما كانت لسه متسولة بتبيع الورد والفل في الإشارات. فضلت تبكي وتضحك في نفس الوقت. وبعد ما فاقت من الحالة الهستيرية اللي كانت فيها، دخلت حمام عمومي في الشارع، غيرت ولبست الهدوم دي لأنها ما كانتش عارفة تروح فين. ما كانش قدامها غير إنها ترجع للخرابة اللي كانت قاعدة فيها. لقت نفسها بترجع تقعد تحت الكوبري من تاني مع المتسولين أصحابها بتوع زمان. صاحبها حماسة أول ما شافها قال: إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنسة سارة بنت الزواد بذات نفسها حنت علينا وجاية تزورنا. الله الله، اللي انت لابساه ده أنسة سارة؟ إيه اللبس المعفن ده؟ انت مش ربنا تابع عليكي؟ دول حتى ما عادوش لاقيين عليكي دلوقتي. ولا انت جاية متنكرة عشان محدش يشوفك؟ ما تكونيش رحتي التلفزيون وبتعملي معاهم الكاميرا الخفية ولا إيه؟ بصت له بغضب وقالت: هقصر يا حماسة وحياة أمك، عشان أنا خلقي في مناخيري مش طايقة نفسي. بصلها بسخرية وغضب وقال: إيه ده إيه ده؟ اهدي علينا يا فنانة، مالك فيكي إيه؟ جاية حامية علينا كده ليه؟ انت ليه ما انتش طايقة نفسك؟ هي العيشة المرتاحة والفلوس الكتير بتعمل في النفوس كده ولا إيه؟ سارة بصت لصاحبتها مغانم وقالت: خليه يخرس بدل ما ارتكب جنان النهاردة واروح فيه في 60 داهية. مغانم بصت لحماسة وقالت: هتلم الدور بقى يلا يا حماسة لما نعرف ايه الحكاية. ولا حكاية ولا رواية ولا لزمنا نقعد معاها تاني، دي خلاص بعتنا وما سألتش فينا وراحت لولاد الزوات، سابتنا وقالت عدولي ولا كأنها كانت تعرفنا. دي حتى لما ربنا فتحها عليها ما فكرتش فينا ولا كأنها كانت واحدة مننا. يا شيخة، دي القطط والكلاب بيصونوا العيش والملح أكتر منك. سابهم حماسة ومشى. سارة فضلت تبكي ومغانم قاعدة جنبها كانت عمالة تطبطب عليها وتقول: أنا عارفة إن مش وقته وإنت أكيد مش عاوزة تتكلمي، بس بصراحة أنا عاوزة أعرف إيه اللي حصل، إيه سبب الغيبة الطويلة دي، وإيه سبب رجعتك المفاجأة لينا بالشكل ده. بدأت سارة تحكي لها على كل حاجة بالتفصيل، ومغانم كانت بتسمعها وهي مصدومة. يا حبيبتي يا يسرية، بقى كل ده يحصل معاكي؟ منه لله الظالم والمفتري زي ما ظلمك. طب وبعدين انت هتسكتي؟ هتسيبي حقك؟ هتسيبي الفلوس اللي أخدها منك؟ دي حقك وتعبك وشقاكي، ده حق شغلك معاهم الشهور اللي فاتت دي كلها. للأسف مفيش بإيدي حاجة أعملها. أنا من غبائي وسذاجتي كنت مفكرة إنه بيحبني زي ما أنا بحبه وإنه ممكن يتجوزني، عشان كده ما كنتش بسأله على الفلوس ولا الكلام ده. ولما كنت بصرف من الفيزا ما كنتش بسأله دي فلوسي ولا فلوسه، ولا كنت أعرف أي حاجة في قصة الفلوس دي خالص. واكتشفت إنه كان بيضحك عليا في الآخر، وإنه محطش ولا قرش باسمي في البنك، والفلوس كلها كانت في حسابه هو. أتاريه كان عنده نية الغدر من زمان. يا بنت ما تسكتيش، روحي له وافضحيه واعملي له فضيحة بجلاجل من الورمة ده. ازاي ياكل حقك عليكي كده؟ هتفيد بإيه بس الفضيحة؟ الناس القادرة اللي زي دول احنا ما نعرفش نتعامل معاهم، ولا نعرف نفضحهم ولا نعمل لهم حاجة، ولا هنعرف ناخد منهم لا حق ولا باطل. وبعدين هتسيبي حقك يروح كده؟ انت كده كل ما تملكي راح أونطة في أونطة. للأسف مفيش في إيدي حل تاني. طب على الأقل ارجعي لأمك، حاولي تتكلمي معاها. انت ليكي بيت، حرام لما يكون ليكي بيت وتترمي في الشارع. أمي استحالة تسامحني بعد ما اتبريت منها امبارح قدام الناس كلها. بعدين أنا أصلا مش طايقاها ولا عايزة أشوفها بعد ما رمتني في الشارع. دي باعتني ورمتني عشان تتجوز الكلب اللي اتجوزته. طب وبعدين هتعملي ايه؟ ولا بعدين ولا قبلين، شكلها كده قفلت ضبة ومفتاح. عوضي على الله. مرت أيام على رجوع سارة للخرابة ولشغلها في الإشارات من تاني. ما كانتش قادرة تتأقلم على الوضع ده من جديد، خصوصا إنها كانت اتشهرت، وكل ما كان حد يشوفها في الشارع كانوا بيفضلوا يصوروها ويشبهوا عليها ويغلسوا عليها، لحد ما انهارت وقررت إنها ترجع على الحارة اللي كانت عايشة فيها وهتواجه أمها من جديد، جايز تقدر تقنعها إن البيت بيتها. وبالفعل رجعت سارة على بيتها، واللي كانت متوقعاه حصل. أمها طردتها وعملت لها فضيحة بجلاجل، وفضلت تعيرها بالفضيحة اللي حصلت لها، وكان كل ده قدام سكان الحارة. سارة ما قدرتش تتحمل ووقعت مغمى عليها. بعد ساعة تقريبا سارة بدأت تفوق، لقت نفسها في أوضة غريبة
بصت حواليها لقت جارتها أم حسين، كانت قاعدة جنبها وماسكة إيديها. حسين ابنها واقف على باب الأوضة كان بيستناها تفوق. سارة بصت لهم بتعب وقالت أنا إيه اللي جابني هنا؟ ما تقلقيش يا يسرية يا بنتي، لما اتخانقتي مع أمك ووقعتي حسين شالك وجابك على هنا. حسين قرب منهم وقال باهتمام ازيك دلوقتي يا يسرية؟ أنا حاسس إنك أحسن شوية الحمد لله. قبل ما تفوقي كده وترجعي لوعيك كون عملتلك يا بنتي حاجة تاكليها، تلاقيكي يا حبة عيني ما بتتغذيش عشان كده وقعتي من طولك. لا 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 أنا مش عايزة حاجة، أنا هقوم أمشي. هتمشي تروحي على فين؟ بصت له بحيرة وفجأة دموعها نزلت وهي بتقول أنا مش عارفة فعلا هروح على فين، لكن بلاد الله واسعة وأكيد هلاقي مكان أروحه. انتي مش هتروحي في أي مكان ومش هتمشي من هنا يا يسرية. يسرية بصت له باستغراب وقالت يعني إيه مش همشي من هنا؟ يعني مش هتمشي من هنا يا يسرية؟ انتي فاكرة اليوم اللي اتخانقتي فيه انتي وأمك ومشيتي من هنا؟ لما ناديتك وقلتلك إني عاوزة أتكلم معاكي في موضوع، بس انتي وقتها كنتي بتعيطي وسبتيني ومشيتي وما ادتنيش فرصة أقولك أنا عاوز إيه. فاكرة اليوم ده؟ أيوة أنا فاكرة. يومها أنا كنت عاوزة أقولك إني بحبك وعاوزة أتجوزك. بصيت له باستغراب وقالت إيه؟ بتحبيني؟ أيوة بحبك من زمان يا يسرية. كل ما كنت بشوفك وانت رايحة وجاية في الحارة كنت ببقى هتجنن عليكي. كان بيبقى نفسي أجيلك وأقولك تتجوزيني يا يسرية، لكن كنت بخاف ترفضيني لحد ما اختفيتي فجأة. وديك أهو رجعتي فجأة وأنا حاسس إنها إشارة، مش عاوزة أسيبك تضيعي من إيديا تاني. ابتسمت بحزن وانكسار وقالت أيوة بس أنت ما تعرفش أنا مريت بإيه في الفترة دي. قطعها وقال عارف وراضي بكل حاجة، واللي فات مات وأنا لسه عند كلامي. أنا بحبك وعاوزة أتجوزك، تتجوزيني؟ يسرية دفنت راسها بين إيديها فضلت تبكي. وأم حسين قعدت تطبطب عليها وتقول ما تعيطيش يا بنتي، انتي مش لوحدك، أنا معاكي وحسين كمان معاكي، اعتبريني زي أمك سواء وافقتي على حسين أو لأ. أنا مش هعتبرك زي أمي، انتي من هنا ورايح أمي فعلا. تمدتوا إيديكوا ليا في الوقت اللي كله تخلى عني. حتى أمي أنا مش عارفة أقول لكم إيه، تقولي موافقة وتفرحي الواد الغلبان ده. سرية ابتسمت وبصت لحسين بابتسامة وعينيها مليانة دموع وقالت أنا موافقة. حسين كان طاير من الفرحة. وأنا وعدك مش هتندمي أبدا، وهعمل كل اللي أقدر عليه عشان أخليكي سعيدة، وده وعد مني. واتجوزت يسرية من حسين وعاشوا في سعادة. وبكده تكون انتهت الحكاية. نشوفكم في قصة جديدة، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.